يلاحقونهم. العائلة تقول إن أحد أفرادها مات بعد أن أطلق عليه النار، فيما تعرضت أخرى للاغتصاب وأطلق عليها النار لتلقى حتفها. أحد أفراد العائلة يروي ما نقل إليه في هذا اليوم المشؤوم. دخل الجنود إلى منزلنا وأخذوا كل ما هو ثمين. سألوا إذا كان لدينا أموال أو ذهب. أخي أبلغهم ليس عندنا شيء، وما أن أبلغهم بهذا حتى أرادوا اختطاف أختي. أخي قال لهم لا تفعلوا هذا، لكنهم على الفور قاموا بطعنه، ثم قام جنديا بإطلاق النار عليه. الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إزاء الأمر، وأفادت بتزايد كبير في عدد الفارين من ميانمار من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش، إذ توقعت أن يصل العدد إلى 300 ألف من الروهينجا. مأساة الروهينجا أثارت ردود فعل دولية غاضبة، خاصة في الدول الإسلامية، كان أبرزها في إندونيسيا، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة جاكرتا حاملين صورا قد توقظ ضمير العالم حيال معاناة الروهينجا التي ترجع لعدة عقود، حيث حرمت السلطات هذه الأقلية من حقوق المواطنة، لتصفها الأمم المتحدة بأنها الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.